السلام عليكم. قبل ما نبدأ في وصفة اليوم حابة أني نقدم شكر لكل الناس اللي تساهم معي في القناة. شكرا لكل الناس اللي تشارك معي في القناة، سواء كان في كومنت أو لايك أو شير أو حتى اشتراك. شكرا لكم هلبا وشكرا على حسن المتابعة. توا بنتكلم شوية على وصفة اليوم. وصفة اليوم هي عبارة عن حلوى من الحلويات الجزائرية. طبعا اخواتنا الجزائريات معروفين برقي حلوياتهم، شكلهم ديما مميز وراقي في التقديم، وطعمهم كبنة حلوة وجميلة جدا. أنا نحب نجرب الحلويات الجزائرية ومجربة هالوصفات من قبل. تعالوا نشوفوا المقادير اللي بنحتاجها. أول شيء بنحتاجه للكيك، كيك عادي بالكاكاو أو بالشوكولاتة. ممكن تستخدمي كيك جاهز من المحلات، وممكن انت تطيبي كيك بالشوكولاتة. المهم بعدين بترحيه في ست البيت لعند ما تحصلي على شكل زي هذا، بيكون عندك كيك مرحي. بتحتاجي حوالي 200 جرام من كيك الشوكولاتة، بنضيفوا عليه 100 جرام من جوز الهند و100 جرام من اللوز المحمص ومرحي. حمصته قبل كل شيء وبعدين رحيته في ست البيت. بتخلطي المكونات هذه كلها مع بعضها. بتخلطي المكونات هذه كلها مع بعضها لعند ما تنسجم كويس. وباش تجمعي الخليط هذا بتحتاجي انك تضيفي حوالي 200 جرام من الشوكولاتة السائلة. ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الشوكولاتة. أنا استخدمت شوكولاتة سائلة من الأساس، ممكن تستخدمي أي شوكولاتة خاصة بالحلويات وتذوبيها في حمام مائي أو حمام مريم، وبعدين تجمعي بها الخليط متاعنا. بعدين استمري في تجميع الخليط بالشكل هذا. زي ما تشوفوا إن أنا ما نعجنش فيه، نجمع فيه بأطراف أصابعي فقط. جمعيه بالطريقة هذه لعند ما تحصلي عليه عجين متماسك، وممكن إنك تصنعي منه كرات. بنخلوها على جنب، وحاليا ننتقل للمرحلة الثانية في الوصفة. بتحتاجي إلى قوالب السيليكون الموجودة في جميع محلات الحلويات. استخدمي أي شكل يناسبك. أنا للوصفة هذه حبيت نستخدم الشكل البسيط السمبل اللي هو على شكل دائري. وبالنسبة للشوكولاتة استخدمي حوالي 200 جرام من الشوكولاتة السائلة، ذوبها في الميكروويف أو في حمام مائي أو حمام مريم على حسب أنتم شن تسموه في بلادكم. أنا ديما نفضل استخدام الميكروويف. الشوكولاتة نضيف عليها حوالي ملعقتين كبار من الزيت النباتي، وبعدين ندوبها لمدة 20 ثانية في الميكروويف فقط. المهم بعدين حاولي انك انت ترسمي او تصنعي الشكل هذا في قوالب السيليكون، ما تدهنيهش بالكامل، ادهني جزء منه فقط باش نتحصلوا على الشكل النهائي متاع الوصفة. زي ما تشوفوا أنا دهنت نص قوالب السيليكون بالشوكولاتة السوداء، وبعدين بنصنع خط في المنتصف باش نتحصلوا على الشكل الرخامي. يدوب بالأطراف متاع الفرشاة نحاول إن أنا ندير شوية من الشوكولاتة في قوالب السيليكون بشكل متفرق باش نحصلوا على شكل رخامي بعدين، ونحصلوا عليه ألوان منسجمة. بعدين الشوكولاتة بتحطيها في الفريز لعند ما تجمد وتحصلي على الشكل هذا. وبعدين كان احتاجتي انك انت تكرري العملية مرة تانية وتدهنيهم بالشوكولاتة لعند ما تحصلي على طبقة متماسكة من الشوكولاتة. عادي ممكن ان تدهنيهم مرة تانية بنفس الطريقة، ودخليهم في الفريز لعند ما تجمد الشوكولاتة كويس وتتماسك كويس مع بعضها.
بالنسبة للخطوة الثانية في التزيين، سامحوني إن الرينج لايت كانت إضاءتها قوية هلبة، فأنا ما انتبهتش للموضوع هذا. المهم أنا درت شوكولاتة بيضة وضفت عليها شوية من الملون الأحمر الخاص بالحلويات، خلطيه كويس لعند ما تحصلي على اللون الأحمر المميز. طبعا استمري كل مرة تضيفي شوية من الملون لعند ما تحصلي على اللون هذا. بعدين عبي بيه الفراغات اللي ما درناش فيها الشوكولاتة في المرة الأولى، عبي الفراغات بالكامل وردي بالك تخلي أي مكان فاضي. عبي الفراغات بالكامل وما تخليش ولا أي مكان فاضي. بالنسبة للحلويات الجزائرية أنا نحب نديرها لأن شكلها مميز هلبة. نتمنى أن أنا نكون درت الوصفة صحيحة بالكامل، وبصراحة أنا ما عرفت شني اسم الوصفة هذه فسميتها صابلي برستيج. نتمنى من أخواتنا الجزائريات لو كان للوصفة هذه اسم يكتبوه في التعليقات. استمري في التلوين وبعدين دخليها للفريز لعند ما تجمد كويس. بالنسبة للخطوة اللي بعدها، بعد ما تطلعي قالب السيليكون من الفريز والشوكولاتة تكون متماسكة وجامدة كويس، عبي فراغات القالب السيليكون بالحشوة اللي جهزناها من قبل. حاولي انك انت تضغطي عليها كويس بحيث ما يقعدش في ولا مكان فاضي في قالب السيليكون وما تتكسرش معاك لما تجي تنحيها. المهم استمري انك انت تعبي الفراغات بالكامل بالشكل هذا، لكن ضروري تخلي مكان فاضي فوق شوية باش تعبيه بالشوكولاتة. طبعا يا بنات اللي قعدوا معايا للوقت هذا، نتمنى انكم تديروا لايك للفيديو وتشتركوا معي في القناة، وايضا تنوروني بتعليقاتكم الجميلة. اكتبوا لي تعليقاتكم واكتبوا لي رأيكم في الوصفة، واكتبوا لي من وين تتابعوا فيا، لان اكتشفت ان عندي هلبة متابعات من الجزائر. بعدين الخطوة الأخيرة أنك أنت تملئ الفراغات من فوق بالقليل من الشوكولاتة السائلة، دوبها في الميكروويف شوية أو في حمام مائي، وبعدين حاولي أنك أنت تسكري بها الفراغ متاع الشوكولاتة باش تحصلي على القاعدة الأساسية متاع وصفة اليوم. وبما أن شهر رمضان المبارك قريب إن شاء الله، إن شاء الله يا رب يهل علينا بالصحة وبالخير وبالبركات، ويا رب يبلغنا رمضان إحنا وكل أحبائنا سالمين، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. نستمر في تغطية قوالب الشوكولاتة بالطريقة هذه لعند ما تكملي الكمية بالكامل، وبعدين حاولي انك انت تخبطيها شوية باش تتأكدي ان كل الفراغات تعبت ومعاش في ولا فراغ. بعد ما تكملي القوالب الزوز بالطريقة هذه، دخليها للفريز لمدة 10 دقايق لعند ما تجمد كويس، وبعدين حاولي انك انت تنحيها من القالب بالشكل هذا. حتى لو تكسرت معاك عادي ما تدوريهاش واستمري. حاولي انك تدفعيها من تحت باطراف اصابعك لكن مش بقوة باش ما تتكسرش معاك، وطلعيها بالشكل هذا. طبعا هذا هو الشكل الأول لوصفة اليوم، تو بنزينوها مع بعضنا. للتزيين أنا استخدمت الملون الذهبي الخاص بالحلويات. طريقة تحضيره بتلقوه تحت مكتوبة في الوصف، اضغطوا على الرابط حينقلكم لطريقة تحضير الملون الذهبي. بالنسبة للتزيين حاولي انك انت ترسمي خط يكون رفيع شوية بالملون الذهبي، ديريه كحد للون الأحمر باش تعطي شكل مميز للحلوى ويكون منظرها راقي في التقديم. طبعا الكاميرا حتى هي ما كانتش واضحة هلبة، بس أعتقد إن الفكرة وصلتكم للطريقة كيف. ممكن تزينيها بأي شكل، بس أنا حبيت الشكل هذا هلبة، أعطاها منظر راقي. وبالطريقة هذه حطيها شوية لعند ما تجف، واللون الذهبي حتى هو يجف معاك شوية.
وبالنسبة للتزيين النهائي أنا استخدمت قوالب الترانسفير اللي هي نزينوا بها الشوكولاتة، وبعدين حطيتها على قوالب الحلوى اللي درناها. بالنسبة لطريقة تحضير قوالب الترانسفير، هذه قوالب الترانسفير هي هذه الدائرة اللي بالأصفر اللي مكتوب فيها عساكم، عساكم من عوادة أو عيد مبارك، مكتوبة بكلمات يعني مختلفة. وطريقة تحضيرها نفس الشيء، بنخليها لكم في الرابط تحت الفيديو لأن سبق وحضرناها مع بعضنا. طبعا هذه كانت وصفة اليوم، حلوى جزائرية صابلي راقي برستيج. نتمنى يا رب أن وصفة اليوم عجبتكم، ونتمنى من أخواتنا جزائريات يشاركوني برأيهم في الوصفة. وإن شاء الله بس أنكم تقدروا تفهموا لهجتنا الليبية، وكان في أي حاجة ما فهمتوهاش اكتبوا لي تعليق تحت وأنا حرد على كل تعليقاتكم. وكل عام وأنتم بألف خير.